اعمل لكم الفيديو دوت وانا رايح المشوار اللي انا رايحه ده، عشان انبهكم لنقطة معينة ونقطة مهمة وضرورية. انا رايح اشوف ارض دلوقتي، الارض دي بينها وبين بلاط، بينها وبين موط دي اللي انا قاعد فيها اللي هي الدخلة، بينها وبين موط حوالي عن ادي 60 كيلو و20 يعني حوالي 85 كيلو، والله العظيم زي ما بحكي لكم كده 85 كيلو من المكان اللي انا عايش فيه. خلاص، ورايح اشوف الارض دي. انا شفتها مره بس رايح اتاكد منها تاني المره دي، عشان دي يعني ديت رؤيه التنفيذ بقى، انفذ بعدها ان شاء الله. الارض لو عجبتني ان شاء الله هاخدها للشركه عندي، تبقى خاصيتنا احنا، نزرعها لحسابنا احنا كشركه. وبيني وبينها كام كيلو؟ والله العظيم 80 كيلو. بينها وبين اقرب قريه حوالي 25 كيلو، حوالي 25 كيلو، وهي بينها وبين تنيدة حوالي 25 كيلو. الكلام دوت انا بهديه لاي حد بيفكر يجي الوادي الجديد، يجي الدخله. يا جماعه والله وانا اتكلمت معاكم الكلام ده قبل كده، اقسم بالله العظيم الكلام اللي انا بكلمكم ده صدق، ما فيه نقطه ولا كلمه كذب. يعني انا رايح اشوف الارض لو عجبتني ان شاء الله عز وجل هخلص فيها وهنزرع فيها ان شاء الله. لينا احنا ليه؟ الارض خامتها نظيفه وميه كويسه، ما تفرقش معايا المسافه. انا راكب عربيه، راكب موتوسيكل ماشي، همشي 80 كيلو بالعربيه، يعني ايه ساعه؟ مش مشكله، انا كده مش هزرع بنفسي، يعني انا كده هقعد ناس في الارض. بالنسبه مثلا للي هقول لك لا ده انا هزرع بنفسي، مش هتفرق معاك عشان انت هتزرع باي حد هيزرع لك يعني. طيب هي فرق بينها وبين القريه، اقرب قريه مثلا 25 كيلو. ما احنا لو شفنا حد محترم كده يشتغل معانا هنشوف مثلا من قريه تنيدة، فهتلاقي بيننا وبين، هتلاقي بين القريه والارض بالنسبه للناس اللي هتشتغل معانا في الارض، الناس المحترمه اللي هتشتغل معانا في الارض هيبقى 25 كيلو. ايه يعني 25 كيلو؟ ايه يعني 30 كيلو؟ ركبت موتوسيكل ولا ركبت عربيه ربع ساعه تلت ساعه هتبقى في الارض. بس اهم حاجه ان انا اعمل مشروع ناجح يا جماعه. انا نفسي تركزوا على الحته دي، الحته دي بتفرق كتير. يعني تبص تلاقي الناس بتتكلم معايا تقول لي معلش احنا عايزين ارض في الفرافره عشان خاطر الفرافره. والله العظيم اقسم بالله العظيم ما اعرف ان انا هقول الكلمتين دول، وانا 99% من فيديوهاتي ارتجاليه كده، يعني اللي بيقطص وخلاص. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. فتيجي اما تتكلم مع حد مثلا، لو حد اتصل عليا وقال لي انا عايز حته ارض في الفرافره وكلام من ده، اقول له تعالى الدخله الافضل انك تيجي الدخله كتربه وكميه وكعيشه احسن. يقول لي بس اصل الدخله احسن، اقرب الدخله الفرافره اقرب. وانا واحد تاني يقول لك ايه، اصل انا ابن عمتي في الفرافره، اصل انا جاري شاري في الفرافره، واحد بلدياتي شاري في الفرافره، انا ابن عمي شاري في الفرافره. يا جماعه ده مش مبدأ استثمار خالص، والله العظيم ما هو مبدأ استثمار. انا قدامي شركه هنا بقالها يجي 10 سنين ولا اكتر من 10 سنين شغاله في الدخله. الشركه ديت بينها وبين موط ادي 20 و13 و7 40 كيلو. ال 40 كيلو دول لما هم كانوا جايين، يعني هم سابوا حوالي 20 كيلو صافيين كده، ما فيهمش اراضي ولا حد حاجزهم ولا حاجه، ودخلوا جوه في منطقه يعني تكاد تكون نائيه، ودقوا عملوا مدق للشركه خاص بالشركه حوالي عن 8-9 كيلو عن الاسفلت. حتى ما خدوش على الاسفلت، يعني لما نزلوا المنطقه ما بقالوش ناخد ارض على الاسفلت، لا ده دخلوا جوه. ليه؟ الناس دي بتبقى جايب ناس خبراء معاهم، خبراء في التربه، خبراء في الميه، بيبقوا عارفين هم هيعملوا ايه، فبيركزوا على المواصفات بتاعه الارض الناجحه. ايه اللي هينجح مشروعي؟ 1 2 3. يبقى شوف 1 2 3 ده مش هتفرق بقى، همشي للواحد 2 3 ده 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو. معلش اصل انا مش هروح الارض راكب حمار يا جماعه، معلش صح ولا لا؟ مش هروح راكب الارض عربيه كارو. انت دلوقتي معاك عربيه، معاك توريسيكل، معاك موتوسيكل، فوسائل المواصلات بقت سهله. فانا نفسي والله العظيم نكبر دماغنا عن النقطه دي، نقطه مكان الارض. انا عايز مكان قريب من القريه، انا عايز. انت يا حاج انت جاي متاخر،
ما انت مشكلتك انك جاي متاخر. ما الاراضي اللي هي جنب القرى خلاص باي باي، راحت خلصت، واخد بالك؟ فانت مشكلتك انت جيت متاخر وبس. فلا تلومن الى نفسك. فانا نفسي نكبر بقى عن النقطه دي، نكبر دماغنا عن النقطه دي. انا راجل جاي جاي اعمل مشروع زراعي، يبقى ادور على التربه وعلى الميه، مش هيفرق بقى معايا البعد من القرب. والله العظيم الناس اللي فاهمه المجال صح ما بتدور على المكان خالص. انا والله العظيم طالع من الدخله رايح بعد تنيده بحوالي 20 كيلو، ومدق يعني هخش مدق حوالي عن 7 كيلو، مع ان انا معايا اراضي على الاسفلت في المنطقه دي، ومش هاخد في الاراضي اللي على الاسفلت، هخش مدق جوه 7 كيلو عشان خاطر اخد حته ارض حلوه. فالواحد بيحزن. احنا اصول بعد الفيديوهات اللي احنا عملناها دي كلها، وبعد الفيديوهات اللي كتير من الزملاء عملوها، من الزملاء يعني اللي عندهم ضمير يعني، خلاص احنا اصول النقطه دي ما عدناش نتكلم فيها. اصول اللي يتكلم يقول لك انا عايز ارض صالحه للزراعه وتكون ميتها حلوه، ميه حلوه وتربه حلوه، وما تفكرش غير في كده. وانت لما تاخد ارض قريبه وتفشل، القرب هينفعك في حاجه؟ القرب مش هينفعك في حاجه. لما تاخد ارض قريبه وتحط اللي وراك واللي قدامك وتخسره وتروح، او تتمرمط زي ما الناس اتمرمطت كده، مثلا زي النماذج الكتيره جدا اللي انا شفتها في الفرافره، هينفعك القرب في ايه؟ انا عايز افهم ايه القرب هينفعك في ايه. فده يعني رجاء يعني والله بجد نكبر شويه في الحته دي، نكبر دماغنا شويه في النقطه ديت. احنا خلاص اصول نكون عدينا المرحله دي يا جماعه، والله العظيم من زمان. احنا كده يعني الواحد مننا مشى حوالي عن 1000 كيلو، مش هتفرق بقى 50 كيلو زياده، 60 كيلو زياده، 70 كيلو زياده، مش هتفرق. المهم مصلحه المشروع، المهم المشروع اللي انا اعمله ينجح، بس هو ده اللي انا عايزه. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. انتوا عاملين ايه؟ الله المستعان. انا والله حبيت، انا طلعت في دماغي كده وانا ماشي، فقلت اعمل لكم الفيديو ده اعرفكم اهوت. يعني احنا مش، مع ان والله العظيم احنا معانا اراضي قريبه كتير، بس فيه حته في الارض ديت عايز اتاكد منها. لو اتاكدت منها النهارده ان شاء الله عز وجل هنفذ في الارض دي على طول. حته كده بس مش هقول لكم عليها. ربنا يصلح حالنا وحالكم. السلام عليكم.